السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، يا مساء مليان حب وطاعة في الله. لأول مرة تشوفيني أنا أختكم من نادر، واتشرف بيكي جدا جدا ووجودك معايا على راسي من فوق. إن شاء الله القناة تكبر بيكم وليكم، يا رب يكبر بخواطركم وربنا يرضيكم ويرضيكم ويرضى عنكم، اللهم أمين يا رب. يا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم أمين. النهاردة بإذن الله هنعمل فيديو حلو جدا. هنعمل النهارده عجينه الطعميه الجميله اللي انتوا شايفينها ديت، وهندمس فول، احلى شويه فول هتدمسيهم. لو عايزه بقى نبدا استعدادات رمضان الحلوه، ونبدا كده في اول حاجه من استعدادات رمضان. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب. بحيث ان انت بقى لو حابه تدمسي الفول، لو حابه تغيري في الطريقه مظبوطه، هندمس شويه فول النهارده. شايفه الفول عامل ازاي؟ تقوليش يا ولاد حلاوه طحينيه، عامل زي الطحينه بالظبط. هتدمسي احلى شويه فول، وهوريكي كمان العجينه بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايفاها هشه وخفيفه وكلها هوا، قلبها كله هوا كده. ادخلي بس معايا القناه لو انت مش موجوده معايا في القناه، وحابه تفعلي الجرس كده واشتركي فيها لو انت مش مشتركه، علشان باذن الله يوصلك مني كل جديد. فيديوهاتنا ما فيش اسهل منها ولا ابسط منها. فيديوهات كلها سهله وبسيطه، والقناه فيها محتوى حلو هيعجبك باذن الله. هنقلي بقى حته عجينه بتاعه الطعميه كده واوريك الجمال. اللهم بارك اللهم بارك. شايفه العجينه بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقول لك ان العجينه تحفه، كلها هوا وخفيفه وهشه، وبسم الله ما شاء الله. تحفه تحفه ومظبوطه 100% في الظبطان بتاعتها. تحفه. وزي شايفين العجينه ناعمه وحلوه قد ايه. ما شاء الله ما شاء الله. هنطلعها ناعمه وهنطلعها احسن من المطاعم 100 الف مره. لو انت بتخافي تعملي العجينه النهارده في البيت او الفلافل، هنعملها بابسط طريقه واسهل الطرق معايا ان شاء الله باذن الله. بس ما تنسيش تصلي على رسول الله في الكومنتات، وتكتبي حلو، تكتبي كومنت جميل كده زيك يا قمريه كده، وايه، وتثبتي حضورك معايا يا حبيبه قلبي. بصي العجينه بسم الله ما شاء الله. انا هقلك حته عشان اوريكي قلبها من جوه. بصي الجمال، هي طبعا سخنه جدا، بس انا هفتحها واوريكي قلبها هش قد ايه. شايفه اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله ما شاء الله. تحفه يا جماعه. وطعمها حلو جدا وخفيفه وهشه، وبطريقه سهله خالص هنعملها. يلا بقى ندخل كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا انا كان عندي كميه من الفول، كام كيس فول كده بصراحه كانوا عندي. قلت ايه، انت وقت جه وقتهم بقى ان انا ابدا اطلعهم، ونبدا بقى ندمج شويه فول بقى ينفعونا في رمضان. او يعني ان شاء الله مش هنستعملهم رمضان دلوقتي، لا. هنعرف الطريقه عشان ان شاء الله على دخول رمضان نعرف بقى ندمج شويه فول حلوين. لو انت حابه تدمسي، لو انت حابه تعملي شويه عجينه كده ايه للفطار، للعشاء، دلوقتي في اي وقت يعني تبقى عندك الحاجه جاهزه. مش هتنعي هم فطار بقى ولا تنعي هم ايه عشاء. هتقومي تطلعي كيس الفول او كيس العجينه يفك، وتبداي باذن الله على طول تسوي فطارك او عشاك. جبت الفول بقى كميه فول حلوه، ومسكت الفول طبعا كله نقيته الاول، وبعدين ايه هبدا بقى احطه في الحله ديت وهغسله. وبعد ما اغسله هامله بقى الحله عليه ميه قبلها بيوم. يعني احنا لازم نبل الفول قبل ما هنبدا نفرم العجينه او ندمسه بيوم، عشان تبقى الحبايه نفشت معانا كده وتضاعف حجمه. وهنشوف دلوقتي. انا كده مليت الحله عليه ميه، وهسيبه بقى لتاني يوم ان شاء الله. طبعا كده بقى ايه، جينا بقى تاني يوم يا ولاد صباح الخير. بص بقى خلاص احنا كده ما شاء الله شايفين بقى الفول اتضاعف حجمه. لما لقيت الحله اتملت من الفول والميه نقصت، قمت ماسكه الفول نقلاه في طبق تاني كده. طلعت كميه يعني، يعني نقصت الفول في الطبق تاني، وقمت مكمله ميه برضو. مليت الطبق ميه ومليت الحله ميه. طبعا بسم الله ما شاء الله بقى يتفصص معايا بمنتهى السهوله، لان الفول اتضاعف حجمه لما زاد وباش خلاص. كده بقى هنبدا ندمس شويه وايه، وهفصص الباقي عشان نعمله عجينه الطعميه. طبعا التفصيص بتاعه مفيش اسهل منه. زي ما انت شايفه كده، بتمسكي الحبايه كده تقومي مفصصاها، بتتفصص بسهوله خالص. جبت الحله بقى اللي هدمس فيها الفول. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الفول لما يا جماعه اتبل ما شاء الله نفش قد ايه. وعايزه اقول لك على خطوه كمان. لما تيجي تبلي الفول قبلها بيوم، حطي معلقه خل. معلقه الخل على الفول، على الميه والفول، قبل ما ايه ما ندمسه في الميه كده، قبل ما تدمسيه او قبل ايه ما نبدا نشتغل فيه. لان الفول الخل بيفتح الفول، بيفتح لونه، بيخلي لونه حلو. فانا ايه، انا نسيت احط، بس انا افتكرت وقلت هقول لك الحته دي برضو. اما نيجي نبلي الفول لازم نحط عليه معلقه ايه خل كبير. طبعا انا كده مسكت الفول بقى، خدت شويه في الحله كده اللي احنا هندمسه، وغسلته حلو قوي قوي. وهبدا بقى ايه احطه على البوتاجاز عشان ندمسه. يلا بقى نعمل الخلطه بتاعه ايه الفول المدمس. بصي بقى انا معايا 3 جزرات ما شاء الله زي ما انت شايفه، لان كميه الفول يعني كميه حلوه.
هاتي بقى عندك الفول زي ما انت حابه، لو حابه تجربي في نص كيلو بس هاتي نص كيلو دمسيه ونص كيلو اعمليه عجين. هاتي كيلو كده اقسميه على اتنين، نص تدمسيه ونص عجين. بص بقى الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه. انا جبت 3 جزرات بشرتهم، وحوالي 6 فصوص من التوم، لو انت مش حابه تحطي توم مفيش مشكله. وجبت طماطمتين اتنين وقطعتهم شرايح كده برضو وهحطهم. الخلطه دي يا جماعه تحفه، تحفه وبتخلي طعم الفول خطير. وجبت بصلايه واحده بس وحطيتها زي ما انت شايفه كده، قطعتها برضو مكعبات ونزلت ايه على الفول. وطبعا لازم يكون الكاتل معايا وبملاه ميه على طول تغلي، لان انا مش هضيف للفول اي ميه بارده خالص. الفول لازما ينضاف له ميه ساقعه بتغلي كمان، لازم الميه تكون مغليه. ونزلت ايه بالميه على الفول بتاعي. معايا كمان نص ليمونه، هبدا اعصر نص ليمونه كده، ما شاء الله الليمونه دي كبيره عصرتها كلها. وهحط حوالي معلقتين خل، حط معلقتين خل حلوين كده ايه لليمون، وكمان معلقه سكر. إيه، معلقتين خل مع الليمون. الخل بقى لازمته ايه هقولك بقى. الخل بيفتح لون الفول، ما بيخلوش يسمر معايا. وغير كده كمان بيساعد على التسويه هو والسكر، والسكر بيساعد على تسويه الفول بسرعه. وطبعا الكاتل معايا مليان ميه، مش هسيبه فاضي خالص. كل ما يفضى هملاه وازوده ميه على طول بتغلي، لان الفول عندي اول ما يبدا يغلي هوطي عليه واسيبها على نار سهرية كده بسيطة خالص، علشان يبدأ يستوي على نار بسيطة. الفول يا حبيبتي او بيتدمس على نار ضعيفة خالص. سبت الفول بقى يتحط يتدمس براحته، وطلعنا بقى ايه، طلعت الفول للولاد حلة الفول عشان نبدأ نفصص في الفول بتاعنا. بدأنا نفصص فيه. هوريكي بقى بسم الله ما شاء الله. بصي الفول بدأ يستوي اهوت. سبته على نار عالية الاول، واول ما غلي وطيت عليه النار خالص. وطبعا كل ما بينشف بزوده ميه من الكتل. شايفة لون الفول عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي، تحفة يا جماعة، زي العسل. شايفة المية بتاعته جميلة ازاي، ولا مسودة بقى ولا سودا ولا اي حاجة خالص. وعايزة اقولك كمان ان الفول دهوت الحباية الفول ديت مش الحباية البيضة او الحباية الفاتحة، لا الحباية الفول حباية الفول الغامقة. بس ده كان موجود عندي وقلت انا مش هرميه، هستنفع بيه برضه. وما شاء الله دي الفول اللي احنا فصصناه. بصوا ما شاء الله طلع لي كمية حلوة اهوت. طبعا احنا قعدنا نفصص فيه، طلعت الولاد فصصوا شوية كده وزهقوا، وانا اللي اتدبست في الباقي. عايزه اقول لك يا جماعه، عايزه اقول لكم ان الفيديو انا تعبت فيه والله. استاهل منكم لايكات كتير. اتمنى منكم بس تدعموا الفيديو كده باللايكات الحلوه، وتكتبوا كومنتات جميله زيكم. شجعوني شجعوني عشان ابدا انزل لكم فيديوهات حلوه وافكار حلوه. والله انا عندي افكار كتيره وعايزه اعمل لكم افكار حلوه لرمضان باذن الله. إيه حاجات كده رمضان نعملها كده ونحطها في الفريزر ونسحب منها في رمضان تريحنا. بس مفيش لايكات خالص ومفيش حاجه تشجع. تعالوا بقى نبص بقى نشوف هنعمل عجينه الطعميه القمر دي ازاي. طبعا الفول بتاعي غسلته كام مره لما بقى زي الفل اهو. وهنبدا بقى ايه. جبت طبعا دي ربطة كرات عادية خالص، الكرات بتاعنا. نزلت بربطة قطعتها كده، غسلتها حلو جدا، قمت ماسكاها مقطعها عادي. والبصل بقى دولت حطيت كام بصلة، 4 بصلات صغيرين. البصل ده يا جماعة كان صغير، انت ممكن تحطي بصلاية واحدة كبيرة. وحطيت برضو حوالي 6 فصوص توم او 7 فصوص توم. والثوم ده برضو اختياري. بس الثوم عايزه اقولك بيدي العجينه نفس وبينقلها في حته تانية خالص. جبت بقى الكبه بتاعتي وبدات ان انا افرم في العجينه. طبعا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، العجينه ما شاء الله الفول كميته حلوه. فطبعا الكبه بتاعتي جبتها عشان تسرع معايا يعني الفرم وكده. هعمل ايه بقى. طبعا الكبه مش هتفرم بسهوله كده، لازم هنحط شويه ميه صغيرين. طبعا انا حطيت شويه ميه الاول اهي لحد ما الكبه تبدا تمشي كده. وبعدين زودت فول كمان. وهبدأ بقى اخلط العجينة حلوة قوي قوي، انا عايزاها ناعمة. انا بحب عجينة الطعمية يا جماعة تكون ناعمة او عجينة الفلافل. بس عايزة اقولك والله طلعت تحفة 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 كده. طبعا أنا اول مرة افرم العجينة في الكبة. انا كنت دايما بفرم عجينة الطعمية يا جماعة في المكنة بتاعتنا. طبعا احنا كلنا عارفين المكنة بتاعة الطعمية. انا اول مرة افرم العجينة في الكبة، بس طلعت تحفة، طلعت ناعمة وزي العسل. بس انا هقولك بقى على حاجة، لازما مادام احنا حطينا او زودنا شويه ميه على العجينه لازما نصفي العجينه بتاعتنا. هنصفيها حلوه قوي علشان خاطر العجينه تبقى معانا متماسكه وما تفكش معانا في الزيت. نزلي اي ميه في العجينه. طبعا احنا حطينا حبه ميه عشان نمشي بها الكبه، فلازم ننزلهم تاني. انا جبت كده مصفى عندي وعندي طبق، وهبدا بقى اصفي العجينه بتاعتي حلوه قوي من الميه. بصوا زي ما انت شايفاها اهي، شايفه النعومه بتاعتها، شايفه الهشاشان. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لك كان فيها كميه هواء وكميه نعومه تحفه تحفه يا جماعه. اللهم بارك اللهم بارك. العجينه زي العسل، ولا تقولي هتشتريها تاني من بره ابدا. طريقتها سهله جدا ومفيش اسهل منها. طبعا الميه اللي بتنزل من العجينه بقوم ضيفها تاني في الكب، وبضيف عليها طبعا برضو الفول والكرات والبصل والثوم.
وهضيف برضو شويه ميه صغيرين. بصوا الميه اللي بنضيفها حبه صغيرين خالص، يا دوبك بس تمشي الكبه معانا او تمشي الخلطه معانا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايفه بتتفرم بمنتهى السهوله. وعايزه اقول لك تحفه، طلعت تحفه وجميله، والنتيجه عسل عسل عسل. وعايزه اقول لك لو انت ما عندكيش كبه ما تستصعبيش حاجه، اعملي نفس اللي احنا بنعمله ده بالظبط في الخلاط، وزودي برضو شويه ميه في الخلاط وصفي العجينه، هتطلع برضو تحفه وبقى فيها كميه هوا مش عايزه اقول لك على الجمال بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش اختك بقى في اللايك الجميل بتاعك يا قمريه كده، وتدعميني بكومنت جميل زيك، وتسلم ايدك على اللايك من قبل ما تحطيه. طبعا ما شاء الله ما شاء الله زي ما انت شايفه. بصي انا شايفه هشه قد ايه وشايفاها خفيفه قد ايه. اللهم بارك بقى، مفيش احسن ولا ابسط من كده. هبدا اصفيها حلوه قوي قوي. اهم حاجه يا جماعه تصفيها، انا بقول لك اهو لازم تصفي العجينه. شايفه كميه الميه اللي نزلت المره دي؟ لان انا زودت شويه ميه المره دي في الخلطه دي. بس ما تقلقيش خالص، ما دام بتصفي العجينه ما تقلقيش، هتبقى معاكي زي العسل ومش هتفك ابدا منك في الزيت. وانا قالت لك حته عجينه ووريتها لك ما فكتش معايا ابدا ابدا، وكانت تحفه وقلبها خفيف وهش كده. وعايزه اقول لك والله ان انا قلت منها تاني يوم ما شاء الله العجينه بتاعتي كلها كانت بتقب. بص زي اقول لك ايه، كانت بتنفخ كدهوت وكان فيها كميه هوا تحفه. كانت عاجبه الولاد جدا، يقول يا ماما ده ما شاء الله ده بتنفخ وقبه كده ليه، كانت بتقب في الزيت. طبعا برضو المية اللي بتطلع من العجينة اللي بتاعة التصفية بحطها يعني برضو افرم بنفس الطريقة، وازود فول وازود بصل وافرم بقى لحد ما تنعم معايا خالص. ونبدأ بقى نكرر كده لحد لما نخلص كمية العجينة بتاعتنا كلها. وبصي الفرم يا حبيبتي ديت على حسب ما انت حابة. لو انت مش حابة تفرمي العجينة ناعمة قوي، انت زي ما انت عايزة، بس انا بحب العجينة بتاعتي تكون ناعمة كده زي ما انت شايفاها. اما بتكون ناعمة كده بتبقى حلوة جدا، انا بحبهاش بصراحة خشنة. لو انت عايزاها خشنه عن كده ما تفرمها قوي، يعني اديها سيبها ايه تكون فيها شويه خشونه كده. لكن انا بحبها صراحه ناعمه، والعجينه ما بتكون ناعمه بتبقى حلوه قوي، وبتبقى بتقب في الزيت كده وبتبقى جميله وما بتشربش زيت خالص. مش انا عايزه اقولك انها ما بتشربش زيت نهائي. برضو بنفس الطريقه بزود في كل مره او من الخلط بزود حبه ميه صغيرين. انا بقى مش قلقانه لاني انا بصفيها، فانا مطمنه. ما بزودش كتير يا جماعه، انا بزود بس حاجات بسيطه يمشي الكبه معايا بس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. لو انا حسيت كده الجنة بتاعتي لسه فيها فول او لسه ما اتفرمتش حلو، بمسك برضو افتح كده الغطا واقلبها حلو وافرمها تاني، اديها كمان فرمه او اتنين لحد ما تنعم معايا وتبقى ما شاء الله ما شاء الله زي ما انت شايفاها كده. وعايزه اقول لك برضو كل ما بتفرمي فيها كميه هوا بتلاقيها بقت خفيفه بقى كده وهشه، بتبقى هشه خالص، وبندخل فيها كميه هوا حلو. هبدا بقى كده ما شاء الله انا خلصت كميه العجينه بتاعتي كلها ما شاء الله. شايفين الكميه اللي طلعت لي؟ بسم الله ما شاء الله تحفه يا جماعه. عايزه اقول لكم والله انا تعبت في الفيديو جدا جدا، وعايزه منكم لايكات حلوه كده وتدعموا الفيديو يا جماعه. ادعموا لي الفيديو كده باللايكات الحلوه والكومنتات الجميله بتاعتكم. هو انا يعني ما استاهلش منكم ان انتوا تدعموا الفيديوهات بتاعتي وتدعموا الفيديوهات والقناه؟ والله القناة ادخلوها وشوفوها، هتلاقي فيها محتوى حلو، وهتلاقي محتواها كله هادف، وبعمل فيها حاجات جميلة. ولو انا شفت منكم تشجيع هعمل لكم حاجات احسن واحسن، بس انا عايزة منكم تشجيع بس وتدعموا القناة. اللهم صل على النبي. بصوا الفول بتاعي ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا جماعه. طبعا كنت مطيع عليه النار، بصوا سهرايه لحد لما استوى معايا وبقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلت لكم يا حبايبي الفول بتاعي مش فول من الفول الابيض، لا هو فول حبيته غامقه شويه. بس بسم الله ما شاء الله هوريك شكله دلوقتي لما نهرسه كده بالشوك. بص بينهرس معايا بالشوكه بمنتهى البساطه. بص بقى دايب الحبات الفول دايبه يا جماعه. ليه؟ لانه انا مسويه على نار هاديه جدا. الفول عامه لازم يستوي على نار هاديه، بصي سهريه كده. وكل لما ينقص ميه ما تزوديش ميه ساقعه ابدا، تزودي ميه تكون مغليه عندك في الكاتل بقى، وتغلي ميه على البوتاجاز. شايفه الفول عامل ازاي؟ شكل الطحينه والله. العجينه بتاعتي خلصت بقى، هنبدا بقى نحط لها ايه. هات شويه ملح بقى كده عشان نظبط الملح بتاعها، وانزلي بشويه ملح عليها وشويه كزبره ناشفه كمان. لو عندك كزبره ناشفه بقى الله عليها، وحبه كمون. صراحه انا ما كانش عندي كزبره ناشفه، فانا قلت ايه هحط لها ملح وكمون لحد ما اجيب لها كزبره يعني ان شاء الله. وانا قلت بقى هفرزها كمان، واول ما اطلع كل كيس كده هعمله هحط عليه حبه كزبره وخلاص. لو انت عندك بقى الكزبره حط عليها وهي لسه قبل ما تفرزها في الفريزر.
يلا بقى هنقلي حته عجينه كده عشان اوريكي شكلها، بسم الله ما شاء الله، وهعرفك انها ما فكتش في الزيت ولا اي حاجه. بصي الجمال ما شاء الله يا جماعه، تحفه، لا فكت مني في الزيت ولا فرولت ولا اي حاجه يا جماعه. وعايزه اقول لك ان الزيت شويه بسيط خالص، انا كنت حاطه شويه زيت صغيرين. الزيت لو معايا كميته كبيره كنت هتلاقي العجينه دي هشت على الوش كده بقت خفيفه وبقت عامله زي العلب والله. بس انا عشان حبيت ان اوريكم بس شكل العجينه انها لا بتفك في زيت ولا حاجه، حطيت شويه زيت صغيرين، فعشان كده تحس انها لزقت شويه. بس قلبها هش جدا، خفيفه، تحفه يا جماعه. وما ننساش طبعا لما نيجي بقى نسويها او نيجي نحمر العجينه، تحط شويه كربوناتو صغيرين على الخلطه اللي انت هتقليها. يعني ما تحطوش كربوناتو على الكميه كلها، لا، فرزيها زي ما هي كده في اكياس بقى على قد كده او على قد الفطار. وبدأي طلعي بقى، طلعي الحته العجينه مثلا من بالليل، ولما تيجي تفك خالص العجينه وتيجي تقليها، حطي بقى شويه كربوناتو صغنطتين خالص علشان تبدأ تقب معاكي كده وتبقى مفرغه وتبقى تحفه. عايزه اقول لك والله العظيم تحفه. هي ما كانتش اصلا مستاهله ان انا احط لها شويه كربوناتو، لان هي كانت لسه ضرباها وهشه جدا. بس شايفه الجمال، شايفه شكلها خفيفه قد ايه من جوه. وعايزه اقول لك لونها تحفه يا جماعه، اللون بتاعها عسل. طبعا انا بحب احط الكرات علشان خاطر ما بيغمقهاش. الكزبره الخضره بحس انها بتغمقها شويه. بص بقى، انا كنت سايبه شويه فول من اللي كانوا مبلولين، وقلت هنعملهم بقى ايه، قلت هعملهم نابت. طبعا في اكيد كلكم عارفين النابت بتاع زمان بقى. جبت شويه كده وكان بقى احطهم بقى في خمار قديم، في فانلة قديمه، اي حاجه. وقمت ربط عليهم حلو، وهسيبهم بقى ان شاء الله لما نيجي نعمل النابت هوريهم لكم. هسيبهم بقى كده لحد لما يزرعوا ويبقوا يتحولوا من فول عادي لفول نابت. هنبدأ بقى نفرز العجينة بتاعتنا. انا جبت بعت بقى اشتريت اكياس اللي هي اكياس صيدلية ديت، وبدأت ان انا اعبي العجينة على قد ايه الفطار، يعني على قد الوجبة اللي هعملها. تطلعها بقى تقليها للفطار، تقليها للعشاء. حابة تعملي تحابيش كده في يوم وتطلعي كيس تعمليها على الغدا بقى، جنب مثلا مسقعة، جنب شوية ملوخية، جنب اي حاجة مش هتقولك لا، هتبقى جاهزة عندك وهتبقى تحفة كده. حطي بقى على قد الطاقة بتاعتك. انا بصي هبدأ احط في الاكياس كده على قد الطاقة بتاعتنا بس، وهعبيها بسم الله ما شاء الله. شايفة شكل العجينة يا جماعة؟ شايفينها ناعمة قد ايه وخفيفة وهشة وتحفة ازاي؟ اللهم بارك اللهم بارك، تحفة يا جماعة. جربي والله، لو هتعملي كيلو بس، لو هتعملي كيلو فول بس، هتدمسوا نصه وتعملوا نصه عجينة، هتعجبك جدا وطريقتها تحفة. ادي كمية الفول او كمية العجينة اللي طلعت لي. وطبعا الفول انا سيبته بقى يبرد خالص لتاني يوم، وان شاء الله هبدأ برضو احطه في اكياس زي العجينة بالظبط كده، وبرضه هفرزه بنفس الطريقة. بص الجمال، اللهم صل على النبي. وان شاء الله في الفيديو تاني انا برضو هوريكي الفول. الفيديو اللي هينزل يعني هوريكي الفول برضو بعد ما عبيته واحطه في الفريزر. هسيبه بقى لحد لما يبرد خالص تاني يوم، لان طبعا مش هينفع نحطه سخن. وبكده الفيديو يكون خلص. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.